السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير، صباح النور، صباح الطاقة الإيجابية والنشاط. إن شاء الله كامل تكونوا لاباس وأنتم تحضروا هذا الفيديو. مرحبا بكم جميعا في قناة عالم أم جنى، وإن شاء الله يكون المحتوى اللي راني نقدمه لكم خفيف وظريف ومفيد. هذا أهم شيء. نشكركم لدعمكم الدائم لي، تعليقاتكم الإيجابية، فضلكم علي كبير كبير. فقناتي دائما نقولها بعد رب العالمين بفضلكم أنتم راهي تطلع يوم بعد يوم، فشكرا لكم وظلوا دعموني. حبيباتي، ربي يسعدكم إن شاء الله ويفرحكم كما تفرحوني بتعليقاتكم. اليوم عندي يوم مميز جميل جدا. نط الصباح بكري لأني عندي لقاء مع أختي وحبيبتي سميحة، ربي يحفظها إن شاء الله ويجزيها الخير. سميحة هي جرعة طاقة إيجابية، جرعة فيتامين المقوي ما شاء الله. فكل ما نروح نشوف سميحة نحس إنه راحة نفسية، يعني من غير الدروس اللي نديها من عندها ما شاء الله عليها، ربي يحفظها. فسميحة هي دكتورة ما شاء الله، يعني مستوى ثقافي ديني في كل المجالات، ربي يعطيها واش تتمنى إن شاء الله. فكانت جاية من الجزائر وغيبتها علينا والله، وأنا نبغيها سميحة ربي يحفظها. طبعا الحمد لله في الغربة ربي رزقني أخوات سميحة، حكيمة، نور، هاجر، هذو أخواتي يعني اللي كما يقولوا الأخوات الروحيات. رب أخي لم تلده أمك. فصح يعني كل واحدة فيهم عندها نكهة خاصة فيها. فسميحة ربي يحفظها اليوم كنت راح متحمسة ويتا نشوفها، ودائما سميحة لقائي معها يكون في الجامع كما سمعتوا أذان الظهر في المسجد الكبير، جامع أولو جامي. فهنايا حضرت الفطور للأولاد كما راكم تشوفوا، ورحت عند بعد ما ديت الأولاد للمدرسة رحت عند سميحة وحكينا في موضوع جميل جدا ورائع واستفدت منه، وحبيت أني نفيدكم أخواتي وحبيباتي على الشيء اللي يفيد لازم نفيدوا به كل الناس. فإذا أعجبكم الفيديو والكلام اللي فيه وفاتكم بارطاجيوه مع حبيباتكم واخواتاتكم إن شاء الله، وكل من له معزة في قلوبكم. فالجو كان جميل جدا رائع، وكان اليوم مزدحم الجامع مع أنه كان عندنا دوام يعني مدارس وعمل، ولكن على غير العادة. هذه أول مرة نشوف يعني من غير يوم الجمعة والأيام تاع رمضان الجامع مزدحم في هذا اليوم. فالموضوع هو شهر شعبان. شهر شعبان هو الشهر الذي يتشعب فيه خير كثير، إن شاء الله الخير علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. عن أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه. شوفوا، يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر شعبان يعني هو محصلة أو الحصيلة تاع العام نتاعنا كامل. طبعا نعرفوا حنايا في الأحاديث وفي السنة أنه الأعمال اليومية ترفع يعني كل يوم، طبعا في صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن الملائكة تاع الصباح هي غيرها تاع العصر العشية. ويوم الخميس والاثنين كما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نتعلم النبي صلى الله عليه وسلم هو مدرسة. فشهر شعبان هو شهر بين شهر حرام وشهر الصيام، يعني شهر عظيم. هنا يا سميحة حبيبتي ربي يحفظها جابت لي ريحة الجزائر، فربي يحفظك والله، شوفتك تكفيني والله، غمرتيني بكرمك يا سميحة، إن شاء الله ردها لك في الأفراح، الله يجزيك الخير كله. ونشكر بزاف خالتي أم سميحة، بعثت لي هذا الطبق تاع الخبز، قالت لها البركة تاع رمضان، والله من أجمل الهدايا اللي وصلتني. ربي يحفظك ويعطيك إن شاء الله صحتك ويفرحك بحبابك يا خالتي، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله في حجة واحدة أخرى وعمرة واحدة أخرى بإذن الله، والله يجزيكم الجنة أنت وعمي إن شاء الله وبنياتك ولادك كامل إن شاء الله يا رب. فالقهوة الجزائرية الله الله، الطعام، العيش، الروينة، الفلول، البسباس، يعني والله سميحة ربي يحفظها قالت لي والله يا حليمة جابت لي أنا وما جابتش الروحة البسبس، تلمو تعرفني كلمة حق راه الأذان يأذن، تلمو تعرفني بزاف نحب البسباس. فشكرا سميحة ربي يحفظك إن شاء الله. المهم قلنا شهر رجب هو شهر بين شهر حرام وشهر الصيام،
وكان أحد السلف كان يصوم يقول لك 40 سنة وهو يصوم في شهر شعبان، ولا أي واحد يعرف باللي راه صايم هذا الإنسان. فيقولوا كان يدي من داره رغيفين كما حنا نقولوا زوج خبز تاع كسرة ولا أي شيء. مهم هما في الرواية يقولوا عن ياخذ رغيفين للسوق نتاعه. فأهل بيته ما يعرفوا أنه يعني يحسبوه أنه أكل رايح ياكل في السوق، والناس اللي في السوق يقولوا أكيد هو كلا في عند أهله راه يتصدق في 40 عام، هو مخبي العبادة الصيام في شهر رجب شهر شعبان. لأن العبادة يعني حلاوتها أنه نكونوا مخبيينها صح. ننصحوا بعضنا البعض باللي هذا مثلا انت تعيطي لأمك، تعيطي لأخواتاتك، تعيطي لخوتك، تقولي لهم باللي غدوة مثلا شهر شعبان، غدوة نصفية تاع شعبان، فضل شهر شعبان، ما فيها والو أنه نذكروا بعضنا البعض. فلعل الذكرى تنفع المؤمن. ولكن دائما الأعمال الصالحة كي تكون بينك وبين رب العالمين سبحانه في الخفاء تكون ما أعظمها، وليها أجر كثير وكبير إن شاء الله يا رب. فشهر شعبان إن شاء الله يكون شهر الصيام، يكون حتى هو يقولوا ليه الصحابة كانوا يقولوا له شهر شعبان هو شهر القراء. يعني كانوا يقرأوا فيه القرآن الكريم. حتى بعض السلف يعني الصحابة كانوا يبلعوا محلاتهم. وكاين صحابي هو عمرو بن القيس كان إذا دخل شعبان أغلق حانوته وتفرغ لقراءة القرآن في شهر شعبان، لأن شهر شعبان هو شهر اللي نهيئوا فيه رمضان، نهيئوا أرواحنا نفسيا جسديا كل شيء يعني. فنتعودوا على قراءة القرآن، نتعودوا على الصيام النوافل، نتعودوا فكما تعرفوا الإنسان عقل الإنسان العواش عودناه في شهر وكان بعض السلف الصالح يقول شهر رجب هو شهر الزرع، رجب شهر الزرع، وشهر شعبان هو شهر السقي، يعني زرعنا في رجب وشعبان سقينا فيه، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فكيفاش يكون حصادك؟ تخيل انت 3 شهور شهرين قبل توجد رمضان، لأن كما نعرفوا رمضان ليه يعني هو قلب السنة، إذا صلح رمضان صلحت السنة كلها. فسبحان الله لازم نهيئ أرواحنا من ضربك. حتى في حديث نبوي شريف يقول أنه ليلة النصف من شعبان يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحن. طبعا أنا ما قريتكمش الحديث، وإنما نحكي لكم صيغة الحديث كيفاش جات. فليلة النصف ليلة عظيمة ولها فوائد كبيرة كبيرة، فلازم نستغلوا هذا الشهر. بعدوا على المشاحنات، الحقد، الحسد، هذه كلها يعني صفات مش من طبيعة الإنسان ولكن اكتسبناها. وهي صراحة يعني هذه الصفات تمرض الجسد، لها تأثير كبير على الجسد. فنتمنى إن شاء الله يا ربي يكون شهر شعبان شهر نظافة للقلب، نظافة لعقولنا، نظافة وتعويد أنفسنا على أشياء يحبها رب العالمين سبحانه. فيا رب الله يغفر لنا ذنوبنا وذنوبكم، وإن شاء الله يغفر لوالدينا ووالديكم إن شاء الله يا رب، جميع المؤمنين والمؤمنات. فهذه هي شهر شعبان. والصيام عبادة، شوفوا أحب العبادات لله. فالصيام يقول لك لا يصوم عبدان يوما في سبيل الله إلا بعد الله بينه وبين يعني بذلك اليوم اللي صام فيه وجهه عن النار 70 خريفا. يعني فسبحان الله الصيام متخيلها في شهر عظيم ومعظم، وهو شهر يعني محبب للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما قلت لكم أول حديث قريتها لكم كان يعني من أكثر الشهور اللي يصوم فيها، ما يصوماش كلها في روايات وأحاديث يقول لك ما يصوماش كلها إلا رمضان. في حديث ماشي متذكراته مليح، ولكن السيدة عائشة تحكي تقول أنه كان يصوم رمضان شهر كامل، والأيام ومثلا شعبان أكيد راح يصوم. فأنا نقول لكم اللي عنده طاقة جسدية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللي طاق يصوم يصوم، اللي ما طاقش يصوم يذكر، يستغفر، يصلي صلاة الضحى، يصلي نوافل، يتقرب لله باللي
قدر عليها ان شاء الله. ربي يعطيكم صحتكم وعافيتكم ان شاء الله يا رب. هذه الطماطم بعد ما رجعت من عند سميحه نلقى راجلي ربي يعطيه الصحه جايب لي كاجو كما يقول لك من فوق الله الله، ومن تحت كان كامل معفص، هو شافها غير من فوق باهي جابها لي فقلت يلا فرست اللي فرستها صالحه تصلح السلطه، والباقي صارتها كما راكم شفتوني غسلتها مليح نشفتها خليت حتى اللي نشف، ومن بعديها قطعته وحطيته يغلي تقريبا حطيته على نار هاديه تقريبا 45 دقيقه على حساب، لان النار كما تعرفوا تعقم الطماطم وتعقم كل شيء. من بعديها ميكسيتها وحطيتها. هذه الصلصه مش كما معجون الطماطم اللي خدمتها، معجون الطماطم هذاك لي طريقه خاصه، ولكن هذا استعمال يومي، ما غادي انا غادي نخبي غير في الفريجيدير الوقت اللي نحتاجه. راه جاي رمضان، راه جاي نحتاجو بزاف الطبخ، حنا نقولوا بلا رمضان نحتاجو الصلصه تاع الطماطم. فحالي وحال الناس كامل يعني حالنا مع بعض انه نستخدموها، فاستفدت منها للصلصه اني نخدم بها مثلا حميس، نخدم بها نزيدها في الشوربه، في الحريره، في الطواجين نتاوعي. فهكا وهنايا بعد ما اللي كملت كامل قضياني لازم ندير العشاء قبل ما يجوا الولاد. كانت البركه في هذا النهار ما شاء الله. درت البسباس غسلته مليح ومن بعدها قطعته وحطيته يفور وصنعت له لاصوص طبعا كل واحد واش يحط فيها، يحط اللحم الدجاج، اللي ما عندوش ما يحطش نورمال. انا حطيتها هكا وحطيت معها حمص، الزروديه، الكروطه او السناريه واش تقولوا لها انتم في مدينتكم، وصنعت شوربه. وهذا هو عشانا. وجبت ولادي من المدرسة وعشية وجات، فنقول الحمد لله يا ربي، اللهم أديمها نعمة واحفظها من الزوال. هكا كان الفيديو تاعنا، ان شاء الله يكون اعجبكم. ما تنساوش اللايك والتبارطاجيوه، واللي مازال ما اشتركوش في قناتي نقولكم اشتركوا في قناتي فضلا وليس امرا. تهلاو في رواحكم ان شاء الله. الى فيديو واحد اخر، سلام.